في حد بيحرك الدولار بس مش اللي في بالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. في لحظة رقم واحد اتغير وفي 48 ساعة السوق اتشقلب، سعر الدولار بيجري والناس مش فاهمة حاجة. طب ايه اللي بيحصل؟ دي موجة صعود عابرة ولا دي بداية زلزال اقتصادي وتعويم جديد؟ النهاردة مش جاي اقول لك اسعار، احنا جايين نفكر مع بعض ليه وامتى ولحد فين، والاهم تأثير كل ده على المواطن المصري. خليك معايا في الفيديو ده، هتعرف كواليس مهمة جدا عن الاقتصاد المصري والدولار والجنيه. عاوز تعرف؟ هقولك، بس علشان اقولك لو اول مرة بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوة وحصلني. النهارده عندنا حالة غريبة في السوق المصري، سعر الدولار في البنوك عامل حركة غير متوقعة وبيحقق زيادات متتالية في يومين بس، ومش أي زيادة، لا ده زيادات بتفتح باب لأسئلة كتير جدا. أولا كده إيه اللي حصل في السوق النهارده؟ في تعاملات النهارده الدولار في البنوك وصل لحوالي 47 جنيه فاصل 88 قرش، ولما اقول الرقم ده لازم نقف عنده شويه. هتقول لي ليه مش الرقم الواو يعني ان احنا نتخض منه؟ لان ده معناه ان الدولار زاد حوالي 70 قرش فوق المستوى اللي كان واقف عنده نهايه الاسبوع اللي فات. لو تفتكر لما كان وصل ل 47 جنيه فاصل 17 قرش. في السوق مش ثابت ومش ماشي بوتيره هاديه، ده بيتحرك بسرعه وبشكل مش مفهوم. السؤال اللي بيشغل بال ناس كتير جدا، هل دي مقدمة لتعويم جديد ولا دي مجرد صعود، موجة صعود وهترجع تهدى تاني؟ قبل ما نقول الرأي في الفيديو ده لازم تفهم أسباب معينة. أولا ليه الدولار علا فجأة؟ وإيه اللي حرك السوق فجأة؟ في 3 أسباب، وده كلام واقعي مش مجرد تخمين ولا هبد. رقم واحد، تخارج الأموال الساخنة. الأموال الساخنة اللي هي الاستثمارات بتيجي علشان تستفيد من الفايدة العالية، ولما فترتها تنتهي بتسحب أرباحها وبتمشي، وده اللي حصل. وفي ناس بدأت تجني أرباحها وتخرج، وطبيعي لما يحصل خروج الضغط بيزيد على الجنيه والدولار يطلع، وده سبب رئيسي في الارتفاعات اللي احنا شفناها الاسبوع ده. رقم 2، ملف صندوق النكد الدولي. صندوق النكد بيتكلم بصراحة، لسه شايف ان في قيود على سعر الصرف وان الجنيه مش واخد حريته كاملة قدام الدولار. الكلام ده يعمل ايه؟ يعلي الدولار، لان السوق بيترجم في الكلام ده كله ان في تعديل جديد للجنيه. رقم 3 وهو ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة. المستثمر ناوي يدخل بيستنى يشوف الجنيه رايح على فين، في حالة عدم اليقين يبقى مفيش فلوس هتدخل، وده بيأثر على المعروض من الدولار. يبقى دول 3 أسباب مهمين جدا. الزيادة مستمرة ولا دي مجرد موجة وهتعدي؟ هنا بقى ندخل في التحليل البسيط، هقوله لك بسرعة وبإيجاز عشان ما اطولش على حضرتك. الوضع الحالي سببه عوامل مرحلية، مش كل تغيير هيكلي كبير، ودي عوامل مؤقتة ممكن تتعادل قريب. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان احنا قدامنا مصادر دخل دولاريه كبيره. مش معنى ان في اموال ساخنه خرجت يبقى احنا كده وقفنا وقعدنا نتفرج، بالعكس ده في عوده للاموال الساخنه من جديد. اللي خرج غالبا جزء منه هيرجع. هتقول لي ليه؟ لان كل الاسواق الناشئه فيها نفس التذبذب، يعني ما تفكرش مصر بس هي اللي فيها تذبذب والدنيا كلها زبادي خلاط. بالعكس، السوق والاسواق كلها في منطقه الشرق الاوسط كلها زي بعضيها، ومصر لسه بتتقدم بعوائد كبيره. هتقول لي طب ايه تاني من مصادر الدولاريه؟ عوده وزياده الصادرات المصريه. الصادرات الفتره الاخيره عامله ارقام كبيره وقلناها بالارقام في الفيديو السابق، وده معناه ان في دولارات داخله بشكل مستمر. بس كده ما وقفناش لحد كده، دخلنا كمان على تحويلات المصريين اللي في الخارج اللي بدأت تهدى شوية وتستقر بشكل منتظم. آخر فترة حصل فيها زيادة واضحة مع استقرار قنوات التحويل. المفروض الزيادة بتكمل، لأن المصريين كان آخر فترة، يعني مش هنقول فترة كبيرة، كلهم قالوا احنا ممكن يحصل تعويم ونستفيد من الفرق ده. بالعكس، لقوا الدولار هو اللي بينزل فكله بدأ يحول. السوق ملوش كتالوج، اللي يقول لك بكره هيحصل فيه ايه تعرف ان هو كذاب. احنا فيديوهاتنا اللي فاتت انا بعتمد لك وبحلل لك كل التقارير الاقتصاديه سواء محليه او دوليه، يعني مش بفتي ولا بجيب حاجه من عندي،
وكله مجرد توقعات، ما يعلم الغيب إلا الله. رقم 4، وده خبر مهم جدا جدا وكنت بقوله لك في كل فيديوهاتي، ملف قناة السويس اللي بدأت ترجع لطبيعتها. ايه يعني؟ ما انت كل مرة بتقول ان هي رجعت لطبيعتها علشان هدوء في البحر الأحمر. لا، ده انت خد كمان الخبر الجديد اللي انا هقوله لك. شركة قناة السويس المصرية خلصت التفاوض مع شركة ميرسك العالمية، وخلاص بدأت ان هي تعبر من قناة السويس. فاكر لما كنت قلت لك هم كانوا بيقولوا احنا هنتطلع في 2026؟ لا، خلاص الملف ده اتقفل، وعندك ما يقرب من 104 مليار دولار جايين في السكه، او بمعنى اصح كده حجم اعمال جديد لشركه ميرسك اللي هتعدي من قناه السويس. وده رقم كويس جدا وبيفتح الباب امام شركات العالم كلها ان هي خلاص تدي ختم النسر انها تعدي من عندنا. رقم 5، وهو ملف السياحه اللي رغم التوترات الجيوسياسيه الرهيبه والمحيطه بالمنطقه من معارك وعدم استقرار وحاله عدم اليقين، الا ان ملف السياحه عند حضرتك بقى قوي جدا، خصوصا مع الحدث الكبير. دلوقتي يا باشا ما عادش ان انت تروح تحجز تذكره وتخش، ما عادش الكلام ده. هتقول لي ليه؟ لان في كميه ضغط كبيره على المتحف الكبير، بقى الحجز اونلاين وباسبقيه الحجز، وفي كمان عدد معين هو ده اللي بيخلص في نفس اليوم، وما تقدرش تحجز تاني الا في اليوم اللي بعده، لان مثلا العدد كومبليه بالظبط كده. وده اللي احنا قلناه في فيديو الحدث الكبير للمتحف المصري. هتقول في ناس كتير دخلت لي يا عم لسه ما لحقش، ما انا بقول لحضرتك ده المتحف الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط والعالم. الناس مش مصدقه ليه؟ انا مش عارف يا باشا. بص، لازم تعرف حضرتك احنا بنقول اللي بيتداول في الاخبار، واخبار موثقه زي اللي بنقول اللي لينا بنقول اللي علينا. نيجي بقى لاهم ملف، وهو ملف القنبله الموقوته، وهو الديون المستحقه. مصر عندها التزامات كبيره ولازم تتسدد، فلو الفلوس اللي داخله اكبر من اللي خارجه يبقى الجنيه هيستقر، ولو الفلوس اللي احنا بنصرفها اكتر الدولار هينضغط. بالمختصر السوق ماشي دلوقتي زي كده الانسان اللي على الله رزقه يوم بيوم حسب التدفقات. جت حلوه ربنا بيكرم، جت قليله بنشوف سواد في الجنيه وارتفاع للدولار. لكن السؤال الاهم هنا بقى، واللي الناس كلها عندها شغف ليه، هل اللي بيحصل ده مقدمه لتعويم جديد؟ في ناس شايفه ان لازم يحصل تعويم، ودي اغلب الكومنت اللي بتجيلي. في ناس شايفه ان الوضع الحالي لا يتحمل تعويم كامل، وده طبعا محدش يجزم بالتعويم الكامل. الحقيقه التعويم شامل زي اللي حصل في 2023 اللي فات صعب جدا، وقلت لك ليه واكتر من مره وبقولها لك في كل فيديو. ليه؟ لانه بيأثر على الاسعار، لانه بيدخل السوق في موجه من التضخم، ولانه بيخلق في حاله عدم استقرار الدنيا بتتبهدل. لكن ممكن يحصل تعويم مضار؟ ممكن يحصل تعويم مضار، وده الاقرب السيناريو للبنك المركزي المصري. تعويم مضار يعني الجنيه بيتحرك في حدود ضيقه جدا، بمعنى اصح كده اللي بيحددها البنك المركزي المصري، وده بيتم في سرعه، مش بيسيبه كده بكامل قوته للسوق. وده اللي واضح ان البنك المركزي المصري ماشي فيه اليومين دول. طيب تاثير الفيدرالي الامريكي ايه على الموضوع ده كله؟ خليني اقول لك برضو ان ترامب عامل ضغط كبير جدا على الفيدرالي. جيروم باول مصر مصر على مواقفه، وفي احتماليه لتغيير رئيس الفيدرالي الامريكي. الكلام مش هزار، وده بيأثر على الدولار عالميا. ولو الفيدرالي رفع الفايده في ديسمبر، ده معناه ان الدولار هيقوى عالميا واحنا هنتأثر وبشكل مباشر. طب لو خفض الدولار بيضعف واحنا هنرتاح من الليله دي. يعني قرار امريكا ده بينعكس بطريقه مباشره على الاقتصاد المصري. خلاصه المشهد يا عزيزي المواطن اللي احنا شايفينه دلوقتي هي موجه من عدم الاستقرار وحركه مفاجاه في سعر الدولار، اسباب مرحليه زائد بلس ضغط خارجي، في حاله من عدم الوضوح عالميا. التعويم الكامل بعيد بعد تام علشان بس اريحك ونريح نفسي ونريح المشاهدين، لكن التعويم المضار هو الاقرب. رسالتي ليك بقى عزيزي المشاهد، ممكن تقول لي ايه هي اسباب اختفاء بعض السلع من السوق؟ وايه مصير الفايده في 2025؟ ولا توقعات سعر الدولار قبل نهايه السنه؟ رايك بيهمني جدا انه ينكتب في الكومنت الحلقه دي. وبدام وصلت معايا لنهايه الفيديو، مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.